طيب قبل ما ندخل على حتة الأفكار وإزاي إن إحنا نبدأ في أرض الواقع نجيب أفكار علشان نخلّي اللعبة تبقى مترسخة شوية، محتاجين من حضرتك بس سؤالين كده، جيم مصر عرفته إزاي وكان إيه السبب اللي خلّاك تتكلم عنه؟ والله جيم مصر انا ما بتكلمش عنه عشان حد يفتكر ان انا بعمل لكم دعايه ولا حاجه. جيم مصر فرض نفسه بعمله، بمجهوده، بحب الناس ليه، بعدد الناس اللي انتمت ليه. وانا كمحب لرياضه كمال الاجسام حبيت جيم مصر من حب الناس ليكم، من جهدكم، من عملكم فقط لا غير. بالإضافة إلى أن الناس القريبة مني على سبيل المثال المهندس سامي بشير من المتحمسين قوي ليكم، لدرجة أن أنا قلت له إيه جرى، إيه ناوي تشتغل في جيم مصر وتسيبنا ولا إيه؟ طبعا دي دعابة، لكن أنتوا بمجهودكم، بجهدكم، بانتشاركم، بصراحتكم، بأمانتكم خليتوا الناس تحبكم. تمام. كلمة لجيم مصر وكابتن طاهر تيتو وكل الناس اللي هتشوفك إن شاء الله. كلمة لجيم مصر: ابقوا على نظافتكم، ابقوا على المستوى المتميز اللي انتوا شغالين فيه، ابقوا على الحيادية، ابقوا على حبكم لمنتخب مصر ولبلادكم، وكل التوفيق والأمنيات الطيبة ليكم، ودايما هتلاقونا احنا كاتحاد جنبيكم ومعكم.